ليه المرأة والرجل دايما بيفهموا بعض غلط؟ سر الاختلاف النفسي بينهم. المرأة بتقيس الحب بالتواجد، بينما الرجل بيقيس الحب بالتصرفات. المرأة بطبيعتها بتعيش جوا مشاعرها، والرجل بيعيش جوا أفكاره. هيدا الفرق أحيانا بخلي المرأة تحس إنه الرجل ما بيحس، والرجل بحس إنه المرأة بتعقد الأمور. المرأة بتعطي لتتلقى، والرجل بيعطي لما يحس بالاستحقاق. المرأة إذا شافت اهتمام بسيط أو تقدير تنفتح على العطاء أكتر وأكتر بدون أي حساب. أما الرجل لازم يحس إنها بتستحق العطاء ليبدأ يعطي. هيدا الفرق بخلي المرأة أحيانا تحس إنها عم بتقدم أكتر، بس الواقع إنه الرجل بيحتاج محفز عاطفي أو معنوي ليتحرك ويعطي. المرأة بتحب التكرار العاطفي، والرجل يرى مبالغة. المرأة لما تقول بحبك أو اشتقت لك أكتر من مرة وبدها تسمعها أكتر من مرة، منه لأنها هي ما مصدقة، بل لأنه المشاعر عندها مثل النار دايما بتحتاج لوقود. الرجل بالعكس، إذا قال مرة بحبك خلص بشوف الموضوع كافي وانتهى، يعني ما حيغير أي شيء أو للكلمة أكتر من مرة. وهيدا الاختلاف بخليهم أحيانا يحسوا إنه ما بيفهموا بعض. المرأة بطبيعتها بتخاف من التغيير، والرجل بخاف من الروتين. المرأة إذا شافت أي تغيير بالعلاقة، قلة اهتمام، برود، تأخر، توتر، بتحس إنه مؤشر لخطر. أما الرجل بخاف إنه العلاقة تصير عادية روتينية، فبيبدأ يدور على شي يحركها، سواء كان بالتحدي أو حتى أحيانا بالانسحاب المؤقت. المرأة بتتعافى بالكلام، والرجل بيتعافى بالصمت. لما يصير موقف صعب، المرأة بتفضل إنها تحكي وتدلها تطلع كل اللي بقلبها، لأنها يمكن مرات بيكون كلامها كتير قاسي وجارح، بس هي ما بتنتبه وما بتقدر تسكت طبعا على اللي جواتها، فبتحب تعبر. أما الرجل بيحتاج فترة صمت ليقدر يرتب أفكاره جواته ويحط خطة للوقت والزمن المناسب قبل ما يصير ردة فعل ويعبر، عشان ما يوقع بالاستفزازات الخاصة. المرأة بتفهم ما وراء السطور، أما الرجل بسيط بياخد الكلام مثل ما هو. لما تقول المرأة شي بسيط، غالبا بتنطر للرجال يفسر ويفهم ما بين السطور ونيتها بدون أي توضيح. أما الرجل بياخد الكلام بمعناه الظاهر، وهيدا بخليه أحيانا يفوت أشياء مهمة بالنسبة إله وبدون ما يفهم قصدها.